السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بألف خير. ده موضوع النهارده، موضوع يمكن يكون موضوع مختلف تماما. انا بحاول اعلي صوت عشان الصوت ما بيوصلش كويس. الموضوع النهارده اللي انا جاي اتكلم فيه يا جماعة موضوع يخص بصراحة في ظاهرة غريبة انا بشوفها يمكن دلوقتي انتشرت كبيرة جدا، وهي احنا اكيد انا عن نفسي على المستوى الشخصي كلنا يعني بنتفق انه العرب انه الغرب ممكن يكون افضل مننا في حاجات كتيرة جدا. تمام. بس بس في حاجه انا عايز اقولها. ده ما يمنعش برضو انه انت تعتز باصولك العربيه، تعتز بلغتك العربيه اللي هي اصلا لغه اهل الجنه، اللي هي اصلا تراث كبير جدا عندك. يمكن احنا بنحاول نقلد الغرب تقليد اعمى. احنا عندنا مشكله يا جماعه في قصه الغير. دايما حاسين ان احنا اقل منهم، بجد والله انا بلاحظها كتير. دلوقتي انا عندي انتماء لكريستيانو رونالدو مثلا، بحب كريستيانو رونالدو او بحب ميسي. بحب كريستيانو رونالدو او بحب ميسي، معاك ان كريستيانو رونالدو احسن لعيب في التاريخ هو وميسي، هداف عالمي ودلوقتي وصل ل 902 جون يعني. عالمي، لعيب كبير جدا، مفيش حد في العرب زيه. بس ده يا صديقي يخليك تمحي شخصيتك يا سيدي، تمحي آدميتك وإنسانيتك، وتخلي كريستيانو رونالدو ده في المجد، وتخلي كريستيانو رونالدو ده أحسن من أبوك وأمك أيا كان هو مين. ده اللي أنا عايز أتكلم فيه النهارده. محو شخصيتك. يمكن كنت شايف من فترة واحد فتح بس وبيكلموا بيقول لهم كريستيانو رونالدو ازاي كريستيانو رونالدو أحسن من أبويا وأمي، فاشتغلوا بقى التعليقات. والمشكلة إنهم اللي بيتكلموا دول عرب ومسلمين، ودي كارثة. يعني انت بتحب نادي، بتحب فريق، بتحب لعيب، انا معاك، حب براحتك، بس ما توصلش للمرحله دي. وعاوز اقول لكم على حاجه برضو. العلوم كلها اللي هي موجوده في الغرب حاليا دي، والله العظيم يا جماعه العلوم دي كلها بتاعه المسلمين. الكورسات اللي انت بتاخدها، المعلومه اللي انت بتاخدها، كل حاجه ده مننا، دي بتاعتنا. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل دلوقتي بنجيب كورس ونخليه عندنا مثلا، او ناخده او نستفاد منه. واصلا الكورس والحاجات اللي انت بتاخدها دي بتاعتنا. يعني يمكن اذكر انه كان في شيخ كان بيتكلم، كان بيشرح الحكم العطائيه، وفي واحد بيقول له والله يا مولانا انا الحكمه اللي حضرتك قلتها دي دفعت عليها مش عارف كام دولار. الحكمه اللي بيقولها ابن عطاء اللي ابن عطاء الله دي، انت متخيل؟ يعني انا عايز اقول لك ان احنا تاريخ. يعني احنا كعرب وكمسلمين، لا تاريخ كبير جدا. جهل منك انت بتروح تقلد، ما فيهاش تاني. لما دلوقتي اشوف بنت ولا ولد ولا شاب يفرح ان هو متربي في امريكا. يا عم انا معاك، امريكا اعظم دوله، بس انت برضو مش وحش، انت مش قليل، انت كبير جدا، كبير جدا جدا جدا. هحكي لك قصه انا واللي لفت نظري الله يبارك له، يعني المعلق عصام الشوالي كان بيتكلم في مباراه تقريبا في كاس العالم في قطر، وعمل مقدمه من اعظم المقدمات اللي انا سمعتها. عصام الشوالي رائع بصراحه، وذكر قصه شارلومان. القصه دي جميله يا جماعه واحفظوها بالله عليكم. قصه شارلومان وهارون الرشيد. في العجاله يعني، هارون الرشيد حب يعطي هديه لشارلومان. شارلومان ده كان حاكم فرنسا في الوقت ده، الملك. فعمل ايه؟ فاداله الساعه. الساعه دي عباره عن ايه؟ عن فارس مركب حصان. فطبعا ما عندهمش كان دلوقتي الترقيم اللي هي واحده واثنين وثلاثه والعقارب تلف والكلام ده. كان لما بتيجي واحده يعني على واحد بتنزل على الحصان بتوقع واحد، اثنين بتنزل اثنين، ثلاثه يعني كده الساعه واحده، الساعه اثنين، الساعه ثلاثه. تمام. شارلمان لما شاف الاختراع العجيب ده ذهل. عمل ايه؟ عاوز يعرف ايه جوه الساعه دي اللي هي بتعمل كده، غير الاصوات اللي كانت هي بتخرجها وكده. فكسرها. طبعا لما كسرها ما لقاش فيها حاجه، ذهل. جاب العلماء والناس اللي هم مخترعين عنده ان هم يعملوا نفس الساعه دي، فعجزوا عن هذا الفكر.
فبيكلموا شرمان بيقول له العرب اذكياء جدا ان هم وصلوا للفكره دي. فشرمان يروح يعمل اتكسف طبعا. طب انا اروح عاوز واحده زيها، انا مش عارف، هم مش عارف يخترعوا لي واحده زيها. طب انا اروح لشرلمان اقول له الساعه بتاعتك اتكسرت، اصحابه قالوا له ان هو هيزعل منك هيتضايق. طب اعمل ايه؟ ففي اللحظه دي بهت. انت متخيل انا بكلمك في قصه قصيره جدا، ما كلمتكش في الاندلس، ما كلمتكش في الفتوحات الاسلاميه، وارجع للدكتور طارق السودان هيفيدك عشان تعرف انت مين وجدك مين وابوك مين، عشان تعرف ان انت لما بتروح لهم جهل منك وعدم ثقافه. وانا برضو عندي جهل بتاريخ العرب. ما كلمتكش في طارق بن زياد والاندلس، ما كلمتكش في الفتوحات الاسلاميه، ما كلمتكش سيدنا عمر كان بيعمل ايه وسيدنا عثمان والخلفاء الراشدين، ما كلمتكش في سيره الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيعمل ايه، ما كلمتكش في ان الدين ده وصل ازاي للغرب. اللي قال احد الصحابه قال جزاه الله خير حتى علمنا كيف نقضي، كيف مكان قضاء الحاجه، اعوذكم الله دخول الحمام. كلهم كانوا بيشيدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، بيقول له محمد موجود دلوقتي هيحل لنا الموضوع ده قبل ان نخلص او قبل ان افرغ من فنجان قهوتي. كل المواضيع دي كلها انت مش عارف قيمتك، مش عارف انت عربي بتروح تقلد كلبسه، وبتقلد كشكله، وبتقلد كمعنى، وبتتخيل ان انت لو اتكلمت باللغه الانجليزيه هتبان انت ارقى وانت اشيك، وده غلط. ده للاسف احنا ربونا كده. انا لما ادخل اقول السلام عليكم اقول هاي او جود مورنينج او ثانك يو او سوري، كده انا هبقى برستيج؟ لا مش كده. الكلام ده من الله، القران، اللغه العربيه، كل حاجه دي من ربنا سبحانه وتعالى. فهيبقى لك قيمه ازاي وهي مش متصله بيه؟ وانا بعتب عتاب شديد لو بيسمعوني يعني الاب والام هنا، علموهم ايه معنى اللغه العربيه. علموهم معنى اللغه العربيه، ان اللغه العربيه هي العزه، اللغه العربيه هي الكرامه، انه احنا عندنا علماء كتير جدا وعندنا مخترعين. مش بمعنى انه احنا بنروح ما بنلقاش ان قاعده في بلادنا العربيه وبنروح بره ده معنى ان هم احسن مننا. لا والله. وبتمنى من المحتويات اللي بتقدم تشير حتى لو اشاره بسيطه للموضوع ده. احنا دلوقتي لما تشوف شاب عاوز يسمع اغاني بيروح يسمع اغاني اجنبي، هو ممكن ما يعرفش ايه معنى الاغنيه الاجنبي دي. ليه؟ عشان يمكن هو برستيج بقى وبسمع اجنبي والكلام ده. لا ارجعوا يا جماعه للتاريخ، التاريخ العربي والتاريخ الاسلامي، هتشوفوا عجب العجاب والله العظيم. هتشوفوا ان احنا كبار جدا يعني. عشان كده انا حبيت اعمل الفيديو ده. يمكن اول مره اعمل فيديو زي كده، بس عشان يعني اضعف الايمان اوضح احنا كنا ايه. وان شاء الله نرجع يعني باذن الله. بس طولت عليكم انا، اشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم.